بنبدأ موضوع جديد خالص ولسه مستمرين في موضوعات الديستريبيوشن، وهو Channel Design Decision. انت كشركة هتصمم ازاي جهاز التوزيع بتاعك على اي اساس، او هتختار ازاي انت هتوزع باي طريقة. اتكلمنا عن تشكيل التوزيع بتاعك او تشكيل منظومة التوزيع وانواعها، ان في كونفنشنال وفي فيرتيكال وفي هوريزونتال وفي مالتي تشانل. انت بقى هتختار ايه القرارات اللي انت هتاخدها علشان انت كشركة، يعني علشان تصمم توزيعك هيكون عامل ازاي. بتلاقي في الموضوع ده في كونفليكت بيحصل او بيبقى في لخبطة كده عند لدى المصنعين او لدى الشركات ما بين المفروض وما بين العملي. يعني طبعا المفروض ان احنا نوزع في من خلال كل الشانلز ونوصل لكل الكاستمرز ونعمل كل حاجة ونستغل كل الاوبورتيونيتيز. ده الايديال طبعا، ده المثالي. انما عمليا بقى، هل الكلام ده قابل للتطبيق طبقا لظروفي؟ يعني لو احنا افترضنا ان دي شركة جديدة وليها ليميتد كابيتال، يعني ليها رأس مال محدود، وعايزة توزع منتجاتها من خلال يعني منطقة جغرافية محدودة والسيجمنت محدود من الكاستمرز. في الحالة دي ان الموضوع سهل، الشركة هتقرر البيست تشانل علشان تعمل الموضوع ده، وان هي هتقنع واحد او اكتر من الموزعين بتوعها او من الوسطاء، سواء كان ديستريبيوترز او ريتيلرز، علشان يعملوا لها الموضوع ده. الموضوع بسيط خالص. ولو الموضوع نفع والشركة نجحت في خلال الماركت سيجمنت القليلة او الماركت اريا الصغيرة دي، تبدأ بقى توسع مع الانترميدياريز اللي بدأوا معاها. وممكن في الماركتس الصغيره، سواء كان جغرافيا او من خلال السيجمنت، ان الشركه توزع دايركتلي للكاستمرز، او انها تدي على طول للريتيلرز، للموزعين، لتجار التجزئه. يعني الشركه على طول تعمل لتجار التجزئه. لكن في الحاجات الكبيره، ولو الشركه توسعت بشكل كبير، هتتجه طبعا للديستريبيوترز او الموزعين الكبار، او تقدر تقول عليهم تجار الجمله اللي بيوزعوا على الريتيلرز او تجار التجزئه الصغيرين. يعني الموضوع انت كشركه لازم تشوف انت ظروفك ماشيه ازاي. الايديال طبعا ان انت توزع في تستخدم كل الشانلز المتاحه، لكن العمليا لا، انت رأس مالك صغير، بتخدم ماركت صغير، سواء كان سيجمنت صغيرة، سواء كان جغرافيا صغير، يبقى لازم تستعين بموزع او اتنين يقدروا يوزعوا لك. ممكن انت تبيع دايركتلي على طول للريتيلرز، انت كبرت خلاص هتخلي الانترميدياريز اكتر يوزعوا لك، كبرت اكتر والماركت بتاعك توسع، هتستخدم ديستريبيوترز هم اللي هيتعاملوا مع الريتيلرز، باعتبار ان انت مش ممكن وانت بتشتغل في ماركت كبير قوي كده هتتعامل مع كل تجار التجزئة يعني. يبقى لازم هنا هتستعين بالديستريبيوترز. فاللي احنا عايزين نقوله يعني ان انت لما بتيجي تعمل ديزاين او تصميم للماركتنج تشانلز بتاعتك، في ظروف كتير او عوامل كتيرة بتدخل في الاعتبار. طيب، علشان اي شركة بقى تحدد الديزايننج او تصميم الماركتنج تشانلز بتاعتها ازاي، بتعمل 4 خطوات اساسية تحتها موضوعات كتيرة جدا هنتكلم عنهم ان شاء الله. اول حاجة انها بتعمل اناليسيز للكاستمرز نيد. لازم تشوف الكاستمرز بتوعها محتاجين ايه وتانالايز ايه علشان تشوف هتخدمهم ازاي. هتحط او تاني حاجة هتعمل سيتنج للشانل اوبجكتيفز. هتحط ايه اهداف، او هي عايزة توصل لايه من خلال التوزيع او من خلال الموزعين. الحاجة التالتة او تالت حاجة الشركة هتعملها ان هي هتحدد الميجور تشانل alternatives، البدائل اللي قدامها، وسائل التوزيع المتاحة اللي قدامها والبدائل المختلفة، وتحددهم. وبعدين تقيم كل بديل منهم وتشوف هتستخدم انهي تشانل. يبقى الاول تعرف الكاستمرز بتاعتها محتاجة ايه، انا ايه اهدافي من التوزيع، عايز اعمل ايه، الموزعين بتوعي نوصل لايه، ايه البدائل المتاحة ومتوفرة. تقييم كل بديل متاح واشوف هو محتاج ايه
علشان اختار الشانل alternatives او اختار انا هستخدم اي وسيلة توزيع، وهنتكلم عن كل حاجة من دول بالتفصيل. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتينج. افهم ماركتينج كمان موجود على هيئة بودكاست على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.